الحمد لله على السلامة زينب. الله يسلمك يا رب. أول شي بدك تبتسمي. معلش؟ معلش. إن شاء الله يا رب بحياتك ما بتشوفي شر. إن شاء الله. أنت اللي صار معك تقريبا معجزة وقت الزلزال، هلا كنت عم تحكي لي القصة، هي فعلا معجزة. شو صار معك زينب؟ يوم ما الصبح، يعني ما بعرف شو كانت الساعة بالضبط، فقط على صوت ما بعرف، رعد، مطر. هو الجو بالأساس ما كان مزبوط، يعني كان كتير الجو في مطر. حسيت إنه في شي عم يتحرك بقوة. قمت لحتى أشوف شو فيه. ف ما في وقت لحتى تستوعب شو اللي عم بيصير. هي هزة، هو هو شيطاني. رحت لأفتح الباب. أنا وقت اللي بكون لحالي بالبيت، زوجي بيكون بالدوام، فأنا حتى الغرفة اللي بنام فيها بقفلها، يعني كونه لحالي أنا بالبيت ومالي زمان منتقلة على بيتي غير 7 شهور. وقع المفتاح من إيدي مرتين. طبعا قبل لسه ما وصل على المفتاح أنا وقعت. فتحت الباب، أخذت ابني، سحبت ابني، كان نايم، ورحت على المطبخ. على المطبخ في برندة. أخذت ابني وركضت على المطبخ، فتحت الباب ووقفت على الزاوية. قلت إنه أسوأ الأحوال مستحيل البناية تضل واقفة. أسوأ الأحوال وقعنا بنكون على جنب، يعني على الأقل في حدا بيكون شايفنا أو بيوصل لنا، على الأقل مشان ابني. زينب ممكن حدا يخاف يطلع على برندة بهيك حالة، أنت كيف إجتك هاي القوة؟ اللي صرت بلحظة أتخيل إنه البناية وقعت وهي الركام كله فوقنا وابني معي. فأنا ما فيني، يعني حتى لو فكرت إني أروح على الباب الرئيسي، أنا في باب حديد مقفول قفلين، وباب رئيسي تاني مقفول قفلين. فأنا بالخض اللي عم بيصير أنا ما بعرف كيف أساسا فتحت هذاك الباب لحتى فيني أروح أفتح بابين لسه. فلقيت إنه أنسب شيء وأقرب شيء لبرا هو برندة المطبخ. وقفت على الزاوية وخلص. قلت إنه بأسوأ الأحوال رح يصير شيء، أنا بدي نط لتحت وابني بحضني، يعني ما رح اتركه، يعني مستحيل اتركه بالبيت. هو أي طابق قلتي لي؟ هلا هو تاني فني. تاني؟ تاني فني. ايه. أنت باللحظة اللي كنت فيها على البرندة شو صار؟ بلشت البناية توقع. إيه؟ بلشت البناية توقع. وقعت البناية ونحن صرنا على طرف. نزلت البرندة فينا يعني يعني. كان حدسك بمحله وقت وقفتي على ايه البرندة. تماما. صرنا تحت. صرت صرخ وابني صار يبكي. في الشباب اللي لحقوا من تحتنا يطلعوا 3، ضلوا 4 تحت الأنقاض. ما بعرف، هن 4 كان أصواتهم مبينة وواضحة إنه عم بيصرخوا ويستنجدوا. اللي إجوا لعندي هن 3 من الشباب اللي لحقوا يطلعوا من البناية. أخذوا صغير مني حطوه عند جيراننا. كان في على رجلي اليمين من هون ولتحت كان في قطع حجار كبيرة، يعني ما تركوني أبدا، يعني ضلوا مصرين إنه هاي فينا نسحبها، هاي مبينة. ورفقاتهم عم بيصرخوا تحت وهن عم يسحبوني عم يبكوا. شالوا لي رجلي من تحت الحجر. ووقتها لفوا لي رجلي بشي ما بعرف من جابوا لي اياه، لفوا لي واخذوا لي عند الجيران. ورجعوا ركض انه بدهم يشيلوا رفقاتهم، انه سامعين اصواتهم. البنايه نزلت عليهم كانوا بالمدخل، يعني ما لحقوا يطلعوا هنن. ايه. بس يعني انا وانا على الارض كنت عم اشوف المحضر الثاني كيف عم ينزل. كان في ولدين صغار ومعهم امه. انا ما انا في تفاصيل صراحه عم احاول اتذكرها، ما عم اتذكر، ما عاد عم اتذكر شيء. بحس انه اللي صار معي حلم، لانه انا هلا بطلع بحالي هيك انه انا حدا نازل من الطابق الثالث. الحمد لله حتى كسر ما فيه. يعني انا اذا حدا بيسرد لي هي الحكايه انا بطلع بقول انه لا، في شيء ما مزبوط. انا بحمد ربي وبشكره كل ثانيه وكل لحظه. يعني فعلا انا بحس اللي صار معي معجزه. لهلا بحس انه هيك كل شيء عم يتحرك من تحت، كل شيء عم يضل يروح ويجي. يعني البيت هيك كله بحسه عم بيروح ويجي، لانه احنا ما في بنايات ضلت حوالينا واقفه. طبعا زائد انه نحن الطريقين اللي بتودي لعنا تسكروا، يعني حتى لا فيك تروح على مشفى ولا حدا فيه بيسعفك، يعني ولا آلية فيها بتفوت لحتى تشيل الركام عن العالم اللي نزلت البنايات عليها. طبعا من وراء كم شخص ما عندهم جنس الضمير ولا بيمتوا للإنسانية ولا بأي شيء. سقف بيتنا مكسور، حديد ما
في صور يعني بتوضح هذا الشيء، إنه أنت في سقف حديد ما في. ليش؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. ابنك شو اسمه؟ اسمه غيث. غيث. وينه غيث؟ الله يحمي لك يا الله رب. يسلمك يا رب. يا حبيبي صحة وهنا، الله يحمي لك يا رب. الله يخليك يا رب. وهذا البطل اللي كان على البرندة، وألف الحمد لله إنه هو بخير. الله يسلمك. يعني أنت مستعد تعمل كل شيء بالعالم لحتى يضل ابنك منيح. يعني أنا حتى وقت اللي صار هيك إنه عم كلهم خذوه هو واتركوني أنا. طبعا هو لهلا بينام وهو بيفيق عم يبكي وخايف يعني. ايه ما بعرف، هو يمكن مفكر اني انا شلحته على البرندة.